السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة أماني. إن شاء الله تلقاكم هذا الفيديو كامل بخير. الكثير من الأخوات طلبوا مني حلوى من دون شوكولا، راني لبيت لكم الطلب وراح نختار عليكم هذه الحلوى اللي ذوقها رائع. هذه الحلوى مختلفة عن الحلويات اللي متعودين نحضروها بواحد الكريمة رائعة رغم بساطة المقادير. نأكد لكم أنه هذه المقادير بسيطة ولكن الذوق رائع. راح نبدأ بسم الله على بركة الله بالمقادير والطريقة في نفس الوقت. هنا البنات راح نعطيكم المقادير تاع 250 غرام وانا راح ندير نصف الكميه. عندي 250 غرام زبده او مارغرين، نضيف لها حبه بيض ونضيف لها نص كاس من السكر، سكر كلاص او السكر الناعم، ونص كاس من المايزينا او النشا، وباكي من الخميره الكيميائيه، ونجمع بالفرينه. انا هنا راح نعمل نصف المقادير. واش راح ندير؟ راح ندير 125 غرام زبده او مارغرين، وراح نضيف لها كما قلت لكم هنا في 250 غرام نحتاج حبه بيض كامله. هنا واش راح ندير؟ راح ناخذ حبه بيض صغيره نحيت لها شويه من البياض ونضيف الباقي. اذا كانت حبه البيض اللي راح نستخدمها كبيره راح نحركها مع بعض وندير نصف الحبه. هنا ضفت ربع كاس من سكر كلاص او السكر الناعم. كما قلت لكم هذه المقادير راهي في 125 غرام. انا راني قسمت المقادير وكنت عطيتكم المقادير تاع 250 غرام. ضفت عطر الكراميل يعطيها ذوق رائع. اذا ما كانش متوفر ممكن اني نعوضه بلافاني. راح نخلط هذه المكونات مع بعض بالخلاط الكهربائي حتى يندمجوا مع بعض. هنا العجينه نقدر نحضرها باليد، اما الكريمه لازم الخلاط الكهربائي. هنا مره على مره نهبط الاطراف ونكمل نخلط حتى نتحصل على خليط كريمي. هكذا راح تجينا الحلوى هشة. هذا هو الخليط اللي راح نتحصل عليه. هنا راح نضيف المايزينا، نضيف ربع كاس. هنا البنات نضيفوها غير بالعقل، ما ديروش كيما انا. وراح نضيف نص كيس من الخميره الكيميائيه حوالي 5 غرامات. نخلطهم مع بعض. هنا من الاحسن نستخدم يدي لاني راح نجمع بالفرينه. هنا راح نضيف الفرينه تدريجيا، نجمع بلا ما نعجن. دائما عجينه الصابلي نجمع بلا ما نعجن. انا خدت معي حوالي 200 غرام. انا كنت وزنت 200 غرام يعني جاتني سوا. كميه الفرينه على حساب حجم البيض وايضا نوعيه الفرينه. هنا بعد ما نجمع العجينه راح نتحصل على عجينه اللي تكون طريه، ما تكونش طريه بزاف وما تكونش ناشفه. هذا هو القوام تاعها. راح نغطيها ونخليها ترتاح في الثلاجه قبل ما نشكلها. هنا بعد ما ارتاحت العجينه راح نفتحها على كيس بلاستيكي، نحط واحد من الفوق واحد من التحت، نخليها ترتاح حوالي من نص ساعه حتى لساعه. من بعد راح نشكلها. هنايا اخترت هذه القطاعه على شكل مربع، ممكن تختاروا اي شكل. هنا البنات بالنسبه للسمك ما تكونش خشينه بزاف هكذا، وما تكونش رقيقه بزاف كما الصابلي العادي. ندخلها الفرن يكون مسخن مسبقا على 180 درجه. هنا نرجعوا للمكون اللي راح يغير لي ذوق الحلوى. هنا اللي هو بخاله الكاوكاو. سبق حضرته معكم في وصفه سابقه، راح نخلي لكم الرابط، راح تشوفوا الوصفه بالتفصيل. انا واش درت البنات؟ خدمت كراميل ب 100 غرام سكر وضفت له 100 غرام كاوكاو يكون محمص ورحيتهم مع بعض. هنا البنات حتى نتحصل على البخاله يجي هكذا كما نقولوا مدشش. اما البخاليني كي نكمل نرحي راح نحصل على هذيك العجينه اللي هي البخاليني. هنا في هذه الوصفه راح نحتاجوا البخاله، كاين فرق ما بين البخاله والبخاليني. هنا ما لازمش نريحوه بزاف لاني كما قلت لكم نحوسوا على البخاله. ها البنات بهذا الشكل يكون. نشري كاوكاو قيس 5000 لانه نظن راه يدير 50000. 100 غرام قلت لكم يعمل لكم الوصفه وتبقى كميه كبيره، تقدروا ديروا حتى كميه اقل. المهم رابط الوصفه راح تلقاوه اسفل الفيديو. مروا الان نحضروا كريمه الزبده. هذه الكريمه بزاف بنينه، راح نحتاج فيها 100 غرام من زبده اوبلين. انا في الكريمه نفضل زبده اوبلين، تقدروا تستخدموا اي نوعيه اخرى. ضفت لها
50 غرام من سكر كلاص، ما يعادل حوالي 2 مغارف كبار. وراح نضيف لها 2 مغارف كبار من الماء و3 مغارف كبار من الزيت وعطر الكراميل. انا هنا راح نستخدم البيتخا. اذا استخدمتوا الخلاط الكهربائي ضيفوا المقادير بالتدريج، يعني خلطوا السكر مع الزبدة، بعد ما تحصلوا على خليط ابيض ضيفوا الماء والزيت وعطر الكراميل. هنا كما راكم تشوفوا المكونات راهي اندمجت مع بعض، مرة على مرة راح نهبط الحواف ونستمر في الخلط حتى نتحصل على كريمة بزاف خفيفة. اذا استخدمنا الباتور راح نتحصل على نفس النتيجة، فقط راح نحتاج الوقت اكثر. هذا هو الفرق. هذه هي الكريمة اللي راح نتحصل عليها، كريمة بزاف خفيفة. اذا جربتوها اكيد راح تعتمدوها. الماء والزيت راح يعطيها خفة. هنا البنات راح نضيف لها 2 مغارف كبار من البخالة اللي كنت حضرته، بخالة الكاوكاو، راح يعطيها ذوق رائع. هذه الكريمة البنات لازم تجربوها لانها فعلا بزاف بنينة. راح ندخل البخالة مع كريمة الزبدة وراح نتحصل على كريمة الزبدة بذوق البخالة اللي تجي بزاف بنينة. هنا اذا كانت عندكم الحرارة والسخانة تقدروا تدخلوها شوية للفريجيدار تتماسك قبل ما تستخدموها. هنا راح نلصق بها الصابلي، درتها في ان بوش وراح نلصق بها الصابلي. هذا هو الصابلي البنات، انا نحبه ياخذ هذا اللون، ما نحبش صابلي اللي يكون لونه ابيض. كي يجيب هذا اللون يجي بزاف بنين. وراح نحط كمية من كريمة الزبدة. هنا راح نحط كمية يعني لا باس بها، ولكن راح نحي الكمية الزائدة. تبعوا معايا البنات. هنا راح نحط حبة من الصابلي من الفوق وراح نضغط غير بالعقل باه ما نكسرش حبة الصابلي، لأنه العجينة هذه خفيفة. بعد ما نحي الزوائد كي نضغط راح نبدأ بصبعي فقط، راح ندهن على الأطراف، والكمية المتبقية راح ندهن الحلوى من الفوق. يعني عملية سهلة. هنا إذا شتوا الكمية غير كافية تقدروا تزيدوا شوية من كريمة الزبدة من الفوق، ما نكثروش بزاف. هنا راح نحطها في البخالة اللي بقالي هكذا، نزيد نغطيها على الأطراف. هذه الكمية تقطع لي حوالي 15 حبة بهذا القطاعة اللي استخدمت، وانتم على حساب القطاعة والحجم كما عفوا والسمك كما قلت لكم، ما لازمش ديروها يعني خشينة. نكمل بنفس الطريقة. هنا بالنسبة للبخالة راهي بقات لي كمية، يعني درت حوالي نصف الكمية، 100 غرام الكاوكاو، يعني يعطينا كمية مليحة. هنا كما قلت لكم نضغط غير بالعقل حتى نخرج الكريمة الزائدة. من بعد راح ندهن غير بصبعي على الاطراف ومن الفوق. يعني كما راكم تشوفوا هاد الوصفة مقاديرها جد بسيطة، حتى طريقة تحضيرها، ولكن ذوقها رائع. صدقوني الكاوكاو كي يتحمص ونديروه بهذه الطريقة تاع نضيف له الكراميل ونتحصل على هذا البخالة، يعني يعطي ذوق مختلف تماما على انه نستخدم الكاوكاو يكون محمص فقط. جربوا البنات هذه الطريقة اكيد راح تعجبكم. هنا اذا كانت كمية الزبدة قليلة نضيف من الفوق شوية، ما نكثرش من الفوق، ندهنها فقط. راح نكمل نزين الحلوى وراح نشوفها في صحن التقديم. هذه هي الحلوى البنات بعد ما كملت رمتها في البخالة، بخالة الكاوكاو. هذا هو شكلها النهائي. بالنسبة للتزيين أنا عجبتني هكذا، يعني ما تحتاج حتى التزيين. اللي تحب تزينها يعني لكم الاختيار، ممكن أنكم تزينوها بالبخالة اللي كنا حضرناه. هنا ما نقطعوش يعني ما نرحيهش كامل، خليه كمية ونقطعها شوي خشينة ونقدر نزين بها. هنا قسمت لكم حبة، شوفوا يعني حلوة تذوب في الفم. نتمنى انكم تجربوها، يعني نوع من التغيير. دائما حلويات الشوكولا نغيروا شويه ونغيروا الذوق، لانه هذه الحلوى مختلفه في الذوق على باقي الحلويات. نتمنى انكم تجربوها، تنجحوا في تحضيرها، تخليوا لي تعليقاتكم. الى اللقاء في وصفه جديده باذن الله.